السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض البيتزا، هنعملها بطريقة سهلة جدا وهتبقى ان شاء الله نتيجة تحفة، هتبقى هشة وطرية زي القطن. تابعي معايا الفيديو للاخر عشان تشوفي كل الخطوات اللي انا هعملها بيها. بجد النتيجة مرضية جدا وهتعجبك ان شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك للقناة. دلوقتي كده هنبدأ نشتغل في صلصة البيتزا، علشان خاطر إيه لازم لما احطها على العجين لازم تبقى باردة، فهنشتغل فيها الاول عقبال ما تهدى. على النار بقى هنشغل النار بتاعتنا كده، وهنبدا نحط. طبعا انا عندي هنا الحله اهي فيها مقدار من الطماطم، قطعيها مكعبات زي ما انتم شايفين، ومعانا كمان بصلايه برده هنقطعها مكعبات، وعايزين فصوص من الثوم. لو عندك فصوص من الثوم، انا ما عنديش، فهحط معلقه كده من الثوم المهروس. وبعد كده هنحط مقدار حاجه بسيطه كده، حوالي نص كوبايه ميه صغيره، مش كتيره يعني، لان احنا الطماطم هتنزل ميتها. وكمان هنحط بقى البهارات بتاعتنا الحلوه اللي هتديها طعم كويس. هنحط بقى معانا بابريكا، هيبقى معانا ملح، هيبقى معانا فلفل اسمر وكمون كزبره، وكمان معانا معلقه كبيره من الزعتر كده حلوه، هتدي طعم جميل ليه. هنبدا بقى نسيب كل الكلام ده مع بعضه كده. انا مش هقلبها ولا حاجه، انا هغطي عليها وهسيبها تغلي غلوتين، وبعد كده اهدي عليها علشان تبدا الطماطم تستوي هي والبصل مع بعض كده وتاخد من طعم البهارات. فهخلصها وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، هي كده اتسبكت اهيت تمام، يعني تقلت خالص الميه بتاعتها اهيت، وهي طبعا نزلت ميتها الطماطم، وحسيت ان هو البصل خلاص كده استوى معاها كده زي الفل. انا هطفي عليها النار، وبعد كده نسيبها تهدى خالص ونضربها في الخلاط وتبقى جاهزه. انا مش هحط اي اضافات تانية لان انا حطيت خلاص البهارات والملح بتاعي كل حاجه، فبس مجرد ان احنا نضربها في الخلاط تبقى جاهزه، وهبقى اوريها لكم ان شاء الله لما تجهز او اعمل. ودلوقتي كده انا خلصت الصلصه زي ما انتم شايفين، خلاص انا كده جهزتها وهسيبها بقى على جنب تبرد براحتها بعد ما ضربتها في الخلاط. تمام. بعد كده بقى هنبدا نجهز العجينه بتاعتنا بتاعه البيتزا. طبعا انا هبقى الدقيق معايا ده كيلو من الدقيق، انا هبقى نخله كويس تمام، وهبدا اجيب بوله بقى معايا عشان ابدا اشتغل فيها. نبدا نجيب بقى الخميره بتاعتي ونحطها في البوله اللي انا هشتغل بيها، وبعد كده هنجيب مقدار برضو من الميه، لازم الميه بتاعتي تبقى ميه دافيه تمام. وهنجيب الخميره دي حوالي معلقه او معلقه ونص من الخميره، يعني الكيس حوالي كده. فانا احط زيه برضو زيه سكر، فانا احط معلقه ونص كبيره من السكر، وبعد كده هنحط كوبايه من الميه. الميه طبعا بتبقى دافيه علشان خاطر تشتغل على طول. وبعد كده نبدا نمزج بقى الخميره مع السكر، نقلبهم كويس مع بعض جوه البوله بتاعتنا. ونبدا بقى نجيب. طبعا انا ما حطيتش رشه الملح على الدقيق بتاعي، فانا هحط كده رشه ملح على الدقيق اهي تمام علشان تعادل الطعم. ونبدا بقى ننزل الدقيق كده واحده واحده، بسم الله. وطبعا نقلب ونشوف محتاجين ميه، طبعا لو عايزه ميه هنحط. نقلب تاني، نحط بقى بقيه الدقيق ونبدا كده نقلب. وانا بقلب بقى هحط هيبقى معايا نص كوبايه من الزيت او ربع كوبايه من الزيت اهي، المج اهي زي ما انتم شايفين، وننزلها برضو عليه كده تمام. وكمان هنجيب حوالي يعني معلقتين مثلا من الزبده. المعلقه طبعا الزبده دي حلوه جدا، بتدي طعم جميل برضو، بنحطها فيها كده وبتخلي العجينه بتاعتي بتبقى طريه قوي وجميله. يعني جربي حته اللي تحطي معاها كده معلقه من الزبده او من السمنه البلدي، كل واحد اللي متوفر عنده يعني. نبدا كده نقلبها جوه الدقيق والعجين. طبعا هي هتحتاج ميه تاني، احط لها ميه وابدا امزجهم ببعض خالص كده واعجنهم في بعض، وهرجع لكم تاني. خليكم معايا. اقعد اعجن فيها كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين معايا. طبعا انا لميت كل العجين دقيق تمام مع الميه، هو اخد مني حوالي كوبايتين من الميه تمام. كيلو دقيق اخد مني كوبايتين كبار بالمعيار اللي انا وريته لكم، كوبايه كبيره يعني من الميه، فانا حطيت كوبايتين
عقبال ما لمت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا لازم اعجن فيها كويس، يعني انا ما ينفعش دلوقتي خالص ان انا يعني اسيبها كده، لا، او ان انا اخمرها كده، لا، انا هقعد حوالي ربع ساعه اقعد اعجن فيها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. كل ما تخدميها كل ما هتبقى طالعه معاكي طريه وناعمه وهشه وجميله. فانا هقعد اعجن فيها كده شويه وهرجع لكم تاني اوريكم برده شكلها النهائي بعد ما عجنتها، واوريكم شكل العجينه تبقى عامله وملمسها عامل ازاي. بصوا حبايبي انا كده بعد ما قعدت حوالي ربع ساعه اهو بعجن فيها، بصوا ملمسها جميل ازاي اهي. ده الملمس بتاعها بيبقى طري جدا اهو، ناعم زي ما انتم شايفين، والعجينه بحس انها نعمت معايا زي الفل كده. بقى هسيبها تتخمر، احطها في مكان دافي اسيبها بتتخمر وارجع لكم تاني. ودلوقتي يا حبايبي رجعت لكم تاني بعد ما هي اتخمرت زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله هي كده اتخمرت. طبعا بنشيل الخمر منها زي ما انتم شايفين كده، وبنبدا ايه عشان نخليها بقى ايه، نعملها وحدات يعني على حسب بقى ايه الحجم اللي انت حباه اهو. تمام. بصوا العجينه ما شاء الله، عايزه اوريها لكم كده تبقى باينه. بصوا جميله جدا وطريه وناعمه قوي، فده دل على ان العجينه بتاعتي كانت ناجحه، وكمان ان شاء الله هتطلع معايا البيتزايه طريه جدا ومش ناشفه، ودي اهم حاجه. طبعا في ناس كتير بتشتكي من الموضوع ده. هنبدا نمسك بقى ايه قطعه قطعه كده على حسب بقى الحجم زي ما انا قلت لكم اللي انت محتاجه بيه حجم البيتزا بتاعتك، ونبدا ايه نعملها كور كده عشان نعملها وحدات يعني على حسب بقى حجم البيتزايه اللي انت محتاجاه. طبعا انا قبل ما هشكلها او يعني ان انا ابدا احط عليها الصلصه بتاعتي وكده، لا انا هسيبها شويه يعني 10 دقايق كده ترتاح كمان بعد ما انا خمرتها. طبعا هي اخدت مني وقت بس انا حطيتها في مكان دافي الصراحه علشان خاطر تشتغل معايا على طول. فبرضو مهم جدا حكايه ان انا اخمرها كويس، تخمير كويس ده مهم. لما بتتخمر كويس بتطلع معايا النتيجه ناجحه ان شاء الله. تمام. فانا برضو زي ما انتم شايفين كده هبدا بقى اكورها وحدات زي ما انتم شايفين. طبعا اخلص انا وهرجع لكم تاني. هنعمل اخر واحده كده زي ما انتم شايفين معايا. هي عملت كام واحده كده؟ عملت 8 وحدات. كيلو الدقيق عمل معايا 8 وحدات بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا هعمل انا ايه دلوقتي بقى، هسيبها شويه زي ما انا قلت لكم حوالي 10 دقائق. تمام. ونغطيها وتسيبها تريح. مهم ان احنا نريحها علشان خاطر لما نيجي نفردها تبقى سهل الفرد معانا. تمام. فانا هريحها وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي كده، بصوا انا دلوقتي قعدته شويه يعني حوالي ربع ساعه كده، بدا يريح وطبعا الحجم اتضاعف زي ما انتم شايفين. هبدا بقى امسك واحده واحده كده ايه ونشتغل فيها. هنجيب طبعا الصينيه اللي انا هشتغل فيها، هنبدا نمسك واحده واحده بقى كده ايه. طبعا هحط فيه زيت، لازم ابقى حاطه زيت كده زي ما انتم شايفين، وهمسح الزيت كده كله علشان طبعا ما تلزق، لازم مهم ان انا احط زيت. وبعد كده هجيب بقى اي واحده، طبعا هي الاولانيه اللي ريحت معايا يعني نبدا نشتغل فيها هي الاول ونبدا نفردها. بصي هي بتتفرد معايا بصوا بمنتهى السهوله. طبعا كل ما تفردي فيها كل ما هتتفرد معاكي اكتر اهي. بصوا ما شاء الله بتتفرد معايا بمنتهى السهوله. ليه؟ لاني انا خدمتها كويس في العجن وكمان سبتها تريح، يعني اتخمرت وسبناها كمان شويه. هي مش تخميره يعني، سبناها شويه كمان تريح. البيتزا انا مش بخمرها مرتين. تمام. هي بخمرها مره واحده وبس ايه زي ما انتم شايفين معايا زي الفل. هو كده الرق بتاعها حلو، السمك بتاعها كويس اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انا هعمل ايه، هعمل خطوه مهمه برضو بالشوكه، ودي مهم يعني علشان خاطر ما تنفش مني في الفرن. فانا ببدا ايه اعمل لها كده نغزات كده بالشوكه علشان خاطر بس ايه ما تروحش قبه مني زي العيش كده، احنا مش عايزينها طبعا تبقى زي العيش. بعد كده هنعمل ايه بقى، هنجيب بقى الصلصه بتاعتي اللي انا عملتها خلاص وجهزت وبردت، واحنا قلنا لازم ننزلها بارده على العجين. ناخد كميه كويسه كده علشان تبقى ايه متطعمه كلها بيه. ما انتم شايفين على الاطراف برده بالراحه كده، خلاص تنزل منك في الصينيه عشان ما تلزقش وايه وتشبك في قلب العجينه. يعني الحشوات بقى هنحط الحشوات زي ما انت حابه. طبعا حشوه البيتزا كل واحد اللي بيفضلها براحته خالص، مفيش اي مشكله. خلاص احنا كده اهو حطينا زي ما انتم شايفين، عملناه كده ايه الصلصه مشيناها على الوش كله. تمام. الحشوه بقى انا هبقى عامله سجق. طبعا انت عايزه لحمه مفرومه، عايزه تحطي لانش، عايزه تحطي جبن، بس اي حاجه يعني المتوفر عندك هنحط. طبعا انا عندي السجق قلت لكم الحشوه اللي انتوا حابينها. هنبدا احنا نحط السجق هو الاول. تمام. حطي الحشوه بتاعتك بقى الاول. وطبعا هبقى مجهزه بقى الطماطم مكعبات، هنبقى برده مجهزين الفلفل مكعبات، يعني ايه كله كده مكعبات زي ما انتم شايفين. هوريكم برده نبقى معانا الزيتون. تمام اهو معايا الزيتون اهو مقطعينه، معانا كمان الفلفل برده مقطعينه سلايس كده.
وكمان الطماطم عشان نبقى مجهزين كل حاجه. تمام كده انا دلوقتي حطينا بقى ايه الحشوه بتاعتي زي ما انا حابه يعني، وبعد كده نحط بقى رشه كده من الطماطم. في الوقت ده بقى انا هبقى مشغله الفرن، يعني لازم الفرن يبقى شغال علشان ادخلها على فرن سخن. البيتزا اوعي تدخليها على فرن بارد، مش هتنفع وهتنشف منك جدا. احرصي على ان انت تدخليها، هي ما بتاخدش وقت في الفرن ولا حاجه، بس لازم الفرن بتاعك يبقى سخن. بعد كده نبدا ايه نحط على وشها بقى الفلفل بتاعي اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبعد كده نحط الزيتون علشان يديها طعم جميل. هي كده جاهزه. انا بقى الموتزاريلا مش هحطها دلوقتي، انا هدخلها شويه، واول ما احس ان هي قربت خلاص تستوي، يعني ما الاقي الارضيه بتاعه البيتزا بدات تاخد لون، هرش على وشها الموتزاريلا. ليه؟ لان الموتزاريلا دخلتها دلوقتي هلاقيها ساحت ونشفت، لانها هتاخد وقت في الفرن، فانا مش عايزاها تاخد، عايزاها تمط وعايزاها تبقى طريه معايا تمام، وتبقى سخنه وقت ما انا اطلعها على طول. فانا هدخلها دلوقتي الفرن، وبعد كده نرجع تاني نحط الموتزاريلا. بصوا حبايبي انا دلوقتي خرجتها شويه كده، يعني قعدت شويه، طبعا هي لسه ما استوتش قوي، هي داخله على السوا، فانا هبدا بقى ايه ارش الموتزاريلا في المرحله دي تمام، علشان ايه خلاص هي كده قربت يعني على السوا، فيبقى حلو جدا. هحطها بقى تاني في الفرن وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما خلاص هي طلعت كده من الفرن. طبعا هي سخنه جدا ما شاء الله، بصوا جميله جدا. هحاول اوريكم كمان الظهر بتاعها، بصوا ما شاء الله مستويه وطريه جدا. نحاول نقطع كده منها، طبعا انا يعني ايه سخنه. بصوا القطعه تحفه، بصوا، وطبعا باينه قوي انها طريه جدا. بصوا يعني هي مش قادره اقول لكم على طراوتها ولا جمالها، حلوه جدا جدا جدا. اتمنى النهارده بقى البيتزا بتاعتي تكون عجبتكم ونالت على اعجابكم واستفدتم بيها. جربوها بجد حلوه جدا جدا وطريه وهشه من جوه، وما تقلقوش خالص من ان هي ممكن انها تنشف منكم. لا اعملوها بالطريقه دي هتطلع حلوه قوي قوي ان شاء الله وهتعجبكم. اتمنى بقى لايك للفيديو لو عجبكم، اشتراك بالقناه، هستنى طبعا تعليقاتكم الجميله. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده. يلا مع الف سلامه.